مرحبا بك معنا في العائلة. كيف ديما سير لشي بلاصة فيها الكالم وعيش معنا. باقي عاقل مزيان على داك الحلم، كنحاول نلقى ليه شي تفسير ولكن ما كنقدرش. انا ماشي من داك النوع ديال الناس اللي كيامن بالاحلام. انا واحد الشخص ما كنامنش بالخرافات. القليل من القله ديال الناس اللي كيلقاو تفسيرات واسرار في كل حلم اللي كتخليهم يغيروا النظره ديالهم للواقع. بالنسبه لي انا الحلم كيبقى غير حلم، غير نوع من انواع الترفيه اللي كنستمتعوا به في وقت النعاس، مجرد بحال راك في السينما داخل وكتشوف شي فيلم، ولكن باش تخرج من داك السينما وكتخلي داك الفيلم يغير لك حياتك ويضيع لك مخططاتك، هذاك هو الهبال. ولكن بالرغم من هاد الشيء ما غاديش نقول بلي كاينين بعض الاحلام اللي كتستحق شويه الاهتمام. كاين اللي كيستحق تحكيهم، وكاين اللي ما تقدرش تعاودهم قدام الناس، وكاين اللي كيتعاودوا كل ليله. وهذه بالضبط هي مشكلتي انا. سميتي عمر، 24 عام، مزوج والخدمة ديالي خدام في البورصة. الليلة اللي دازت وهي الليلة العاشرة اللي كنعاود نحلم فيها نفس الحلمة، حلم في شكال وعجيب. حاولت مرارا وتكرارا نلقى ليه تفسير ولكن ما قدرتش والو. عشرات المرات ونفس الرؤية كتعاود لدرجة لصقات ليا في دماغي. ما كاينش شي واحد يقدر يحلم نفس الحلمة وما يحاولش يفكر فيه ويحللها. اصلا ما يمكنش تحلم بنفس الحلم عشرات المرات. اول ليله ليا مع الحلم ما عقلتش عليه، وتاني مره حسيت باللي شفتو من قبل، والمره الثالثه تاكدت مزيان باللي نفس الحلم. ومن بعد ولا هادشي ممل بزاف. كون كان الحلم زوين وممتع ما كانش غيتعاود كاع هاد المرات. خليني نعاود لكم الحلم وحكموا نتوما بنفوسكم. حلمتي كتبدا وانا كنتمشى في ديك الطريق اللي مظلمه بوحدي، والشتا كطيح والضبابة غادي في داك الصباح، وانا كنخطو خطوات بطيئة دقة في اتجاه واحد القهوة. قطعت الشارع وصلت للزاج ديال ديك القهوة، مديت ايدي ومسحت داك البخار ديال الزاج وحطيت وجهي وبديت كنطل. ولكن ما كان تيبان ليا والو، كنشوف غير راسي في الزاج كنجوف فيه، كنشوف كنترعد لدرجة ايديا ما بقيتش كنتحكم فيهم. هنا بالضبط وقفات الحلمة. فقت راسي عامر بزاف ديال الاسئله. شنو داني لديك الطريق اللي عمرني شفتها من قبل؟ وشنو داكشي اللي كنت كنشوف في داك الزاج اللي خلاني نترعد؟ وبزاف الاسئله صراحه. ولكن اكتر حاجه محيراني هي علاش بالضبط هاد الحلمه كتعاود كل ليله. المره الاولى ما عقلتش عليه، المره الثانيه بديت كنعقل عليه شويه، المره الثالثه غير فقت عاودتها لمراتي ولكن ما داتهاش فيا، والمره السابعه وانا كنعاود ليها اش تنشوف وكنحلف ليها. دخلت معايا في دوامة الأسئلة والحيرة، ولات كتقلب معايا على شي تفسير، قلبت في الكتوبة وحتى في المواقع ديال تفسير الأحلام، وهكذا ولات كتلوح ليا شي تفسيرات اللي ما عندها معنى صراحة. خصوصا فاش عاودات القصة لصحاباتها وبداو حتى هما كيخرجوا بتفسيرات وحكايات. انت غادي في الشتا يعني كتحس بالبرد والوحدة، يعني انت ما راضيش على مرادك. كتقطع الطريق بشوية يعني كتمنى ضربك الطوموبيل، يعني انت تعيس في حياتك الزوجية. كتطلع القهوة يعني انت كتقلب على شي بديل. والخلاصة هاد الحلم كيحضرني انني الى حاولت نخلي مراتي فرا غنموت بالبرد وغضربني طوموبيل، حيت انا حقير وخائن. المهم هذا كان التفسير ديال مراتي، وباقي التفسيرات كتقول باللي غنربح فلوس كتيرة، ولا غنمرض، ولا غيتزاد عندي والد، ولا غنهبل. وهاد التفسيرات خاصني نتقبلها مادام جات من عند صحابات مراتي. قالوا ان الحل هو نبقى ناكل التومه في العشاء ونبعد على القهاوي. مع مرور الوقت بديت كنسى موضوع الحلمه وشنو التفسير ديالها. ولكن واش في نظركم بلي عمري حلمت نفس الحلم؟ الجواب هو لا. واللي عندي النعاس في الليل صعيب، خاصو مجهود. تخيل كل ليله كتفرج في نفس الفيلم، نفس الاحداث، وانت ما فاهم منه والو. نفس الروتين كيتعاود وانت ما قادرش تغير والو واخا تحاول. الغريب في هذا الحلم هو كيتحبس في نفس النقطة وكيخلي لي السؤال نهار كامل: شنو اللي كنشوفو لداخل ديال ديك القهوة وكيخليني نترعب؟ هنا في البورصة فاش خدام ما خاصكش تعمر راسك بوالو الا اذا كان عندها علاقة بالاسهم والخدمة،
والا غادي تكون نهايتك في هذا المجال والى الابد. هذا هو القانون ديال البورصه. خدمتي معقده وفي شكل عمرك شفتي شي بورصه من قبل في الواقع ولا في التلفازه ولا في شي فيلم؟ شفتي هادوك اللي لابسين كوستيمات ودايرين كاسك في ودنيهم وكيتحركوا بحال النحل وتيغوتوا النهار كامل؟ انا واحد منهم. انا واحد من دوك الناس كنهصاكي وكنغوت في الخدمه النهار كامل، كنخرج عيال للدار وكنترعد في الليل قدام ديك القهوه وانا ما فاهم والو. نفس الروتين كل نهار. واحد النهار فوقت الغدا قالت كنتغدى مع صاحبي اللي خدام معايا وفكرت نعاود ليه شنو كنحلم. عارف ما يقدرش يعاونني بوالو، ولكن محتاج نعاود لشي حد بحكم حتى شي حد ما عارف من غير مراتي وصحواتها. ما كنتسناش منه شي تفسير صراحه، ولكن محتاج ننفس على راسي شويه. من بعد ما عاودت ليه هو كيتصنت ليه بهدوء، قال بكل بساطه علاش ما تحاول تدخل القهوه وشوف شنو لداخل؟ قلت لي شنو؟ قال لي حاول تدخل القهوه في الحلم ديالك. الخوف ديالك كيفيقك كل مره، ولكن لا دخلتي غادي تعرف الجواب ديال السؤال ديالك. جرب، ما غتخسر والو. بطبيعه الحال ما قنعنيش الاقتراح ديالو. اولا ما قادرش نسيطر على راسي وسط الحلم، والا ما كنتش نمشي لديك القهوه اصلا. ثانيا الا كان داكشي اللي شفت خلعني وخلاني نترعد، علاش ندخل ليه؟ وثالثا شكون قال لي ما خاسر والو؟ باش نعرف بلي ما غيطرى لي والو في الحلم. نقدر نموت في الحلم وحتى في الواقع. قريت على هادشي في شي بلاصه وما عقلتش فين. كاينه شي حاجه في العقل ديالنا اللي ما كتميزش بالواقع والخيال. الا صحاب لي الجسد باللي مات يوقف حتى هو ما يبقاش خدام. قريت على هادشي مي ما عرفتش واش بصح ولا لا. المهم قررت نتجاهل الاقتراح ديالو تماما. وصل الليل قلت مع راسي نجرب ندير بهضرة صاحبي، واللي ليها نحاول ندخل القهوة واللي بغا يوقع يوقع، ما عنديش مشكل. المهم هو نقلب على الجواب، شنو اللي كيخليني نقعد كل ما كنطل في الزاج ديال ديك القهوة.